قرية مهمد رشان وطقس الاستسقاء لدى الإيزيدية. قرية مهمد رشان تتبع ناحية الزليقان في قضاء الشيخان، تحيطها من الشمال قرية قردقال، ومن الشرق قرية قيماوة، ومن الجنوب سفح جبل مقلوب، ومن الغرب تحاذي أراضي قرية كلشين ونهر القومل المشهور، وتبعد عن قصبة عين سفنة حوالي 20 دقيقة في السيارة. قرية مهمد رشان تقع في الشمال الشرقي لمحافظة نينوى، وحيث تكون حلقة وصل ما بين محافظة نينوى وقضاء الشيخان، وهي من الناحية الإدارية تشمل من ضمن القرى التابعة لناحية زيلكان، حيث تبعد عن مركز ناحية زيلكان بحدود 9 كيلومترات، وتكون مسافتها ما بين قضاء الشيخان بحدود 12 و 13 كيلومتر. الموقع الجغرافي يقع هذا المزار مع البير محمد رشان على سفح جبل مقلوب التابعة لقضاء الشيخان، الذي تبعد عن قضاء الشيخان بمسافة 15 كيلومتر تقريبا، وتابعة لمحافظة الموصل تبعد عن الموصل بحدود 30 كيلومتر. ومن ناحية الشرق ناحية بردرش، ومن ناحية الغرب القرى من الأكراد واليزيدية، وخلف الجبل تابع لشزمام من ناحية بحشيق. تم تأسيس هذه القرية بالقرب من مزار مهمد رشان المعروف، وهو أحد أولياء الإيزيدية، وتيمنا باسم هذا الولي سميت هذه القرية، وسكانها هم من سدنة ومجاوري المزار نفسه. رافق مهمد رشان الشيخ آدي أثناء قدومه من الشام إلى زاويته في معبد لالش، وأصبح أحد رجاله المشهورين. ويقال إن لمهمد رشان مزارين، الأول في العراق والثاني في إيران، وهو صاحب تحقيق الأمنيات وجلب الأمطار في موسم الجفاف. اسم القرية سميت لولي الصالح بير محمد رشان. هذه القرية سميت محمد رشان منذ فترة زمنية طويلة، منذ فترة عهد الشيخ عادي عليه السلام، الشيخ عادي الهكاري، لذلك سميت بمزار محمد رشان. اسم قرية محمد رشان هي الولي الصالح بير محمد رشان، يعني منذ مثل ما نقول القرن الثاني عشر، من عندما زار الشيخ عدي بن مسافر عليه السلام، زار من هذا المنطقة وفي هذا المكان المقدس، وكان فيها محمد رشان في ذاك الوقت، وثبتوا لحد الآن يعني واحد عن آخر صار النسب لهم وباقين وقاطنين لحد المجيور من نفس العائلة، مجيور محمد رشان. محمد رشان طبعا هو أحد الأولياء الصالحين لدى الإيزيديين ومن طبقة البيرانية، وكان معاصرا للشيخ عادي عليه السلام، ويعتبر من أحد أبرز مريديه البارزين. ويضعون اليزيديون هذا الولي في منزلة خاصة، لأنه قد حقق لهم الكثير من رغباتهم وأمانهم. طبعا وكذلك نجد الكثير من أخواننا المسلمين وخاصة ساكني القرى المجاورة لهذا المزار ينظرون إلى هذا الولي بنفس النظرة التي ينظرون إليه اليزيديون من احترام وتقدير، وكذلك يقصدونه حتى في أيام المحن. وتم إعمار القبة وتجديدها حسب معلومات أهل القرية في سنة 1947 من قبل سدنة المزار، وبمشاركة الكرد المسلمين من أبناء القرى المحيطة بالمزار، وتم تغليفه بالحلان في عام 2000. ويمتلك المزار مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة لزراعة الحنطة والشعير والبقوليات، والتي يعود واردها لسدنة المزار. كثير من آراء يوجد فيها، فمثلا جبل مقلوب عندما قرأنا في عدة مقالات أو كتب
يقولون فيها إمارة خيسكان ودوملية. كان في هذه الجبل من الطرف الشمالي كان الخيسكيين والطرف الجنوبي كان دومليين، وكان يسمونه إمارة خيسكية في ذاك الوقت. سابقا في عصر بير محمد رشان عليه السلام كان الدوملين واليزيدي عشيرة الدوملين والخيسكين ساكنين في هذه القرية. توجد في قرية مهمد رشان آثار قديمة ما زال بعضها شاخصا للعيان، ومنها القبور القديمة المدفونة في داخل مزار مهمد رشان، وكذلك المزارات والقباب الأخرى الموجودة في القرية، أحدها يعود لأم مهمد رشان. وكذلك كانت في الزمن الغابر تمتلك قرية مهمد رشان أكبر 3 طواحن مائية في المنطقة، وما زال يضرب بها المثل. الأول يعود عمره إلى أكثر من 300 سنة، وأما الطواحن الأخرى فيعود عمرها من 100 إلى 150 سنة، وتقع بالقرب من جسر المندان. وآثار جليدير كوخ التي تقع بالقرب من القرية أيضا هي من الأماكن الأثرية التي تشتهر بها المنطقة. يتكون مزار مهمد رشان من قبة كبيرة تعلو بناية كبيرة لها باحة وواجهة تتجه نحو الشمال الغربي، وفي داخل المزار يوجد ضريح لمهمد رشان، وتغطي الضريح أقمشة وستائر ملونة، وتوجد في البناية عدة غرف صغيرة مبنية على الطراز القديم من الأحجار والجص، أما من الأعلى مبنية على الطراز الحديث، والناظر له من الخارج تتبين له بناية حديثة. والداخل للمزار يشعر بهيبة وقدسية المكان. وتوجد أيضا عدة أماكن لإيقاد الفتائل والقناديل الخاصة بأولياء الإيزيدية. جاء الولي محمد رشان إلى هذه المنطقة وسكن هذه المنطقة بالتحديد سنة 505 هجرية، أي ما يقالوا سنة 1110 ميلادية، وظل أحفاده يسكنون هذه المنطقة إلى الوقت الحاضر. تم إعادة الإعمار سنة 1947 أيضا من خيرات اليزيدية الذين تابعين للوحدة الإدارية لزيوة محمد رشان. آخر إعمار صار في هذا المزار بدأ العمل سنة 2000 من خيرات اليزيدية، وتم تشكيل لجنة في مجمع مهد. كل قرية تعين شخص بهاي اللجنة، وبدأت اللجنة باشرت بعملها سنة 2000، وظل العمل مستمر إلى سنة 2007 ميلادية. في عصر الشيخ عادي عليه السلام كرم الشيخ عادي جميع الأولياء والصالحين بوظيفة دينية، ومن هذه الأولياء كرم من ضمن بير محمد رشان النص الديني. تؤكد من قول الشيخ عادي وميرا، أي الشيخ عادي والرجال، الشيخ عادي شامهاتا بشرقيات كرخباتا محمد رشان كرخلاتا، أي أن الشيخ عادي أتى من الشام وكرم بير محمد رشان خلات كر محمد رشا دابوي ما ششا جو باشكرا سرور ميرا، أي إنه كرم الشيخ عادي ب6 وظائف دينية مقدسة. كل الأولياء والصالحين كرم بوظيفة دينية وأكثر، لكن محمد رشان كرم ب6 وظائف دينية مقدسة. وأما أهم النياشين والمزارات الموجودة في القرية فهي مزار دايك جاك، وهي أم مهمد رشان، وكانت إنسانة مؤمنة لذا سميت بهذا الاسم، وحصلت على لقب الأم الصالحة أثناء قدوم الشيخ الجليل عدي بن مسافر، حيث أخرجت الماء له. ويقع هذا المزار إلى الجنوب من مزار مهمد رشان وبحوالي 200 متر تقريبا، وهي عبارة
عبارة عن غرفة مبنية من الجص والحجر، وحولها سياج من الحجر، وفوقها هليل وقطعة قماش. وأما مزار بابي رش يعود لوالدي مهمد رشان، ويقع في الجهة ما بين الجنوب والغرب من مزار مهمد رشان بحوالي 40 أو 50 متر. ويوجد بالقرب من المزار بعض الأحجار والتي تدل على وجود قبور وهي قديمة جدا. ويوجد نيشان آخر يسمى نيشان شيخ عادي، ويقع بالقرب من نيشان دايك جاك بحوالي 10 أمتار، وفيه مكان لإيقاد السراج. ونيشان بيري جروان وهو بجانب مزار شيخ عادي، وتبعد عنه 3 إلى 4 أمتار. ونيشان آخر يعرف كتكا، ويقع بالقرب من نيشان بابي رش فوق التلة الصغيرة، وبجانبه قبور قديمة. وأما مزار الشيخ بكر يقع في باحة مزار مهمد رشان. ونيشان عين الماء يقع داخل بناية مهمد رشان، ويقولون إن هذه العين كانت فيها مياه غزيرة سابقا، أما الآن قل الماء فيها. بلي قصد بكنا ديوان خاصة محفل شاكا بلي دارو جاخرتي ونهابي من زكاكا سلطان يزيد دم دهي لا للشيخ خداني طبهي سربوش كلم وين باتهي بلي وصلا كلم سرالي. تخصص قرى الإيزيدية في قضاء الشيخان وبعشيق وبحزاني نقلات خاصة في فصل الربيع لمهمد رشان، وبعد توقف المطر وفي موسم الجفاف يتم فيها أخذ الخيرات المزار من أجل تحقيق أمنياتهم ومرادهم، ويطلبون المطر لمزروعاتهم، وهي عادة تتم في بداية شهر نيسان وتستمر شهرا تقريبا. ويقصد الناس مزار مهمد رشان من كل الطوائف والأديان، إما لغرض طلب الاستسقاء أو لتحقيق أمنياتهم بالزواج أو لرزق الأطفال وللعلاج. يأتون على شكل مجاميع أو على انفراد، وهي فرصة للسياحة والاصطياف أيضا، لما تتميز به المنطقة من أجواء ربيعية وتلال خلابة. في فصل الربيع من كل سنة تحديدا تبدأ من 20 آذار وإلى نهاية شهر نيسان تقوم أبناء الديانة الإيزيدية وخاصة قصبتي بعشيقة وبحزاني وأهل باسكي شيخة، يقصد بأهل مجمع مهد، وكذلك الكثير من القرى الإيزيدية يقصدون إلى هذا المزار في فصل الربيع طبعا، ويأخذون معهم الخيرات من الذبائح والمال والمونة. وتسمى هذه الزيارة أو السفرة سفرة الخبز واللبن، بالكردي نسميها بسفرة نانو ماصدة. طبعا الغاية أو القصد من هذا الزيارة هو للتبرك ولزيادة الخير والبركة في أموالهم وحتى في محاصيلهم الزراعية. أكو خيرات مالنا الرسمي لازم يجون، وأكو هو عنده مراس يجي على المراس، هو ما عنده ولد يزور على محمد رشان، الله ومحمد رشان ينطي ولد، أو واحد رزقه قليل هم يجي ياخذ مراس للمحمد رشان على الرزق ماله. اكو واحد يحد عليه ويظلم عليه يجي يقول محمد رشان ياخذ حقي. في فصل الربيع سنويا فيأتون اليزيدية من كل القرى المجاورة والبعيدة همنا، إذا يصير يحددون فرد يوم في فصل الربيع فيأتون إلى مرقد بير محمد رشان ويجيبون معهم النذور والخيرات ويؤدون المراسيم الدينية هنا، ويطلبون من في مثل ما نثبتها
عيد استسقاء مع المطر، فيطلبون المطر من أجل الرزق والنعمة، وتتحقق أمنياتهم بعون الله وبير محمد رشان. فيقومون أهالي المنطقة بزيارة هذا المزار في فصل الربيع، وذلك لطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة والخير على البشرية، وذلك بهطول الأمطار في هذا الفصل، لأن المواطن في الوقت السابق كان يعتمد بالدرجة الأولى على تربية المواشي والزراعة، فكان ينتظر هطول الأمطار في هذا الموسم، وذلك لتلبية حاجاته ورزقه. من أحد الوظائف الدينية التي كرم بها محمد رشان الشيخ عادي عليه السلام كرم بها محمد رشان، منها وظيفة صاحب المطر، يعني خداني باراني. طبعا إذا كانت السنة أمطار قليلة أو متأخرا، طبعا يقصد أهالي هذه المنطقة ويأخذون معهم الذبائح والخيرات، ويقصد إلى هذا الولي ويدعون من الله الباري عز وجل في محمد رشان أن ينزل المطر. طبعا وفي كثير من السنوات استجاب دعواتهم. أكو إذا سنة حتى للمطر هم يجون الذبيحات يذبحون ويسوون طبيخ، والله ومحمد رشان ينطي مطر.
وتمتلك القرية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والتي تزرع بها محاصيل الحنطة والشعير، وكذلك المحاصيل الصيفية من البطيخ والرقي والترعوز، ويربون الأغنام والماعز، باعتبار القرية تقع على سفوح جبل وتكثر فيها المراعي الوفرة لتربية المواشي المختلفة. الساكنين في القرية هم من أبناء الولي صالح محمد رشان ومن الديانة اليزيدية، يعتمدون بالدرجة الأساس على زراعة المحاصيل، وبالخصوص محصول الحنطة والشعير وكذلك الحبوب، ويعتمدون على الزراعة الديمية على الأمطار. على أغلب أهل المنطقة يعيشون على الزراعة، يزرعون الحنطة والشعير والمحاصيل الزراعية. يأتون إلى هذه المنطقة حتى من مجمعات يشتغلون بالزراعة هنا، يعني يفرطون الأرض ويزرعون حنطة وشعير ومحاصيل زراعية. وتعاني المنطقة من قلة الخدمات المتوفرة فيها باعتبارها قرية تسكنها بعض العوائل الإيزيدية، وكذلك هي قبلة ومعبد يتوجه له الآلاف من الزوار سنويا. من ضمن الخدمات الواصلة للمنطقة طريق الريفي الممتد من مركز الناحية إلى قرية قيماوة، يمر بالقرية قرية محمد رشان، وأيضا حفر آبار ارتوازية لخدمة أهل القرية، وكذلك مشاريع أخرى عامة تخدم المنطقة وتخدم بما فيهم القرية. نطالب بإنشاء حدائق عامة ومتنزهات ومرافق سياحية حتى يستفيدون منه الزوار، لأن الزوار هاي المنطقة أيضا يأتون إليه زوار كثيرون، وخاصة في موسم السفراء ماسطة. يعني في بعض الأحيان ماكو مكان يعني للزوار، أشقد ما أكو ازدحام وأشقد ما أكو زوار. أجرينا خدمات جيدة من ناحية الآبار والخدمات، ومن ضمن الخدمات الرئيسية المهمة خلني أستطيع أن أقول وأعبر بهذه الشكل طريق قيماوة التي تربط بجسر مندال، وهذه خدمة عامة يعني استفاد منها ناحية بعشيق وبعزان. قبل هذه الفترة كانوا يعانون من ناحية المواصلات، حيث أجرينا فتح وتبليط 3 كيلومترات، وعدا بقية الخدمات الأخرى حيث فتح وتبليط ناحية زيلكان بهذه القرية، قرية محمد رشان. وهناك خطوات لاحقة مستقبلية لربما على قيد التنفيذ، طريق مهد زيلكان وطريق مهد قرفقير. وفي أجرينا حيث لاحظنا يعني خدمة مهمة وخدمة أو نظرا لمصلحة العامة الذي يستفادون ويربط بقية القرى اللازمة والضرورية بحدود 5 كيلومترات، طريق قرفقير زيلكان طريق قرفقير برازي، مما أدى إلى حركة متوازنة ومتواصلة، وكافة القرى استفادوا من هذه الخدمات التي باعتقادنا كانت ضرورية جدا. وفي ختام هذه الحلقة نبقى وإياكم مع بعض التراتيل الدينية التي ترتل كل مساء أربعاء وجمعة وأيام الأعياد والمناسبات في هذا المزار. بل عمرنا حكومة سلطان يزيد وصالي هاي صالي أبو صالة سريع جيبا هون مكان دريد دران وكتيبا بل الحكومة سلطان يزيد مكان ليبا هاي مكان ليبا الحكومة سلطان يزيد مكان هو دريد دفتران وكتيبا باكن بلا حكمنا حكم سلطان يزيد سليم مغلى مكايا هاي مغلى مكان
قالي ميرا بجمة وشيقينا يا وملك شمس الدين دايم بوري وزينا بني قاصد بيش يا سلطان زي عزيز دلال الملك فخر الدين يا هاي ملك فخر الدين قالي ميرات بجن ويا هو خن كان نسال تختي خويا بلي ويشو يا جنگي شيا هاي جنگي شيا شاعر بجد خانا وديس تختي عثمان بل حكم بمجلس دبت حكم مهدي زمانا يا هاي مهدي زمانا ام كمين خدي تماما ورحمة داي بابت قدارة